مساء الخير. وانا بصراحه عايزكم في موضوع ابن وسخه. انا اسف في الالفاظ اللي هقولها المره دي، لان الموضوع بصراحه عدى ان انت تشكر لهم او تسب لهم او تلعن لهم. الموضوع بقى ايه؟ عايزين مستشفى المجانين، عايزين دكاتره امراض نفسيه تعالج الاهلاويه اللي احنا عايشين معاهم. من يومين انا كنت قاعد مع ناس اصحابي وبناخد وندي في الكلام، قالوا ان الاهلي هيلاعب باتشوكا وهيديله من المنقي يا خيار. قمت انا قلت لهم يا جدعان خليكم عقلانيين، نادي الاهلي ده ليه ليميت معين ما نعديهوش. يعني مثلا لما تتكلم في افريقيا ماشي، اما تتكلم في اسيا ماشي، لكن باتشوكا ده لعبكم ايام ما كان عندكم السكواد اللي كان جوه منتخب مصر، ساعه ما كان منتخب مصر بينايم افريقيا كلها من المغرب. كنت ابو تريكه وبركات وفلافيو وجilberto وحسين ياسر محمدي وايه وهلم جر ورقعكم اربعه. جاي النهارده تتكلم ان انت تكسبه؟ يا ابني انت مش هتكسبه، فاتكلم بهدوء. لقيت بقى الموضوع بدا ايه؟ بفشخره. يا عم احنا فين وانتوا فين؟ احنا ما بيننا وما بينكم 20 سنه ضوئيه. ليه يا عم 20 سنه ضوئيه؟ انا ملعبك اخر 4 ماتشات في ال 20 سنه الضوئيه اللي انت بتتكلم فيهم دول، كنت انا احسن منك في ال4 ماتشات. حتى ماتش كاس مصر اللي انت كسبتوني في السعوديه اللي كسبته بجون اوفسايد، انا كنت زنقك 80 دقيقه انت مش شايف، وكنت انا احسن منك. ولولا الجون الاوفسايد اللي انت كسبت بيه ما كنتش انا هفتح الملعب وانت تجيب الجون الثاني وتاخد الكاس. ودينا ايه؟ قلنا مش مهم، وديك خدت الكاس. لعبتك في الدوري روقتك، لعبتك في السوبر الافريقي روقتك، لعبتك في السوبر المصري وانا من غير دكه وانا من غير سكواد، حتى لعبت محبوسه ولعبت مصابه وكنت هكسبك لولا الله يبارك له شيكابالا الله يسامحه. فايه السنين الضوئيه اللي انت قاعد بتتكلم فيها دي يا باشا؟ انت حافظ مش فاهم. دي حاجه. تاني حاجه قلناها لك 100 مره، لولا المسانده الاعلاميه ومسانده الحكام ومسانده الوكاله زمان ما كانش هيبقى في حاجه اسمها اهلي. احمد عفيفي قالها لكم صريحه، انتوا عملتوا احتكار للسوق الكروي. طبعا انت مش فاهم يعني ايه، بس انت فعلا عملت ايه؟ ان لو حكم جه عليك بيقعد، مذيع جه عليك بتمشيه، لعيب غلط في حقك بيقعد. يا راجل ده انت اتكلمت على لعيب مغربي ما جالكش اصلا، بس قلت كان في مفاوضات وهو ما جاش، بس طلع حد وقال لك كان في سمساره. الراجل اللي مش موجود في الدوري المصري طلع يبرر، قال لك لا يا عم يمكن ارجع الدوري المصري، انا مش قد الاهلي. انتوا فاهمين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا احتكرتوا السوق الرياضي في مصر ازاي؟ لولا الاحتكار ده والله العظيم ما كانش هيبقى في حاجه اسمها اهلي اصلا، بس هي ايه؟ ارزاق واحنا ساكتين. ندخل بقى على الموضوع التاني اللي هو المفشخه، اللي انت بص عايز تشخر لهم شخره كبيره. انا اسف والله على الالفاظ. بيقول لك اصل كريستيانو رونالدو رايح الاهلي وكابتن احمد شوبير منزل الصوره دي، فطبعا تلاقي قطع هاج وماج زي ناصر منسي ويبدا يقول لك ايه؟ ده كريستيانو رونالدو عايز يلعب في الاهلي. طب كريستيانو رونالدو عنده علم بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ كريستيانو رونالدو عنده علم بالهجص والتهجيص وقله الادب اللي انت بتقول فيها ديت؟ الاهلاويه بقى والناس ايه متعلمه. انا ما بكلمكش على واحد مثلا مش فاهم حاجه، انا بكلمك على الناس البوزيشن بتاعها عالي لدرجه انه سرح بخياله وقال لك ان كريستيانو رونالدو هو اللي عايز الاهلي. طب ليه يا معلم؟ ما طبيعي يبقى عايز الاهلي. رونالدو لعب في اوروبا واخدها، لعب في اسيا وجاب فيها اجوان، يقفل بقى اللعبه ويلعب في الاهلي. كريستيانو رونالدو ناقص انه يقفل اللعبه فيلعب في الاهلي، فده طبيعي لازم يبقى ليه حل واحد، ان احنا نعمل معاه كده. الو مستشفى المجانين، احنا عايشين وسط مجانين كتير قوي يا كابتن بيقولوا عليهم ان هم اهلاويه، تعالوا خدوهم والنبي عشان احنا مش مستحملين ومرارتنا هتتفقع. ومش مرارتنا بس، مشيها كده، مش هقدر اقول لك ايه اللي هيتفقع تاني. هم دول الاهلاويه؟ طيب بص يا جعير، انا عايز اقول لك حاجه صغيره. كريستيانو رونالدو يوم ما يفكر يقفل اللعبه مش هيقفلها مع الاهلي، دي حاجه. تاني حاجه كريستيانو رونالدو اصلا مقفل اللعبه من زمان. تالت حاجه معلش يعني انت عمال تقول لي تركي آل الشيخ هو اللي هيجيب كريستيانو رونالدو للاهلي. ما يقدرش ولا يجرؤ تركي آل الشيخ يجيب كريستيانو رونالدو للاهلي. ليه بقى يا سيدي؟ لان اصلا وجود كريستيانو رونالدو واللعيبه العالميه دي في الدوري السعودي دي دعايه لكاس العالم اللي هيقام في السعوديه، ففي الاخر هيقوم جاي مديك كريستيانو رونالدو ليك انت. طب ما الراجل هو هلالابي وبيشجع الهلال السعودي بتعصب، لا بس هو بيحب الاهلي فهيجيب كريستيانو رونالدو. يا عم نقط امك، انا مش ناقص فقع مراره حبيبي. اصلا القانون بتاع الاعاره ده مش هيطبق، ولو هيطبق تلقائي كده وخدها مني كريستيانو رونالدو هيروح الهلال. ليه؟ ده للسعوديه وفلوس السعوديه. لا ما هو اصل هيجي الاهلي بمبلغ حلو. هو النصر مستني كام مليون ملطوش بتوعك يا جعير عشان خاطر يديك كريستيانو رونالدو؟ يا باشا ده جاي دعايه فما تحلمش. لكن هم مجانين وعبط وعايز يتشخر لهم. انا والله العظيم اسف لان بجد بقى مستفزين. عارف لما تلاقي واحد عبيط ولا مؤاخذه قلع البنطلون ولا مؤاخذه التوته باينه وعمال يقول لك انا راجل جامد وعمال يوطي ويعمل حاجات كده غريبه يقول لك انا راجل جامد. هم عاملين كده يعني كريستيانو رونالدو بالملايين دي كلها بيدفعوها لدعايه السعوديه، في الاخر هيجي يدوا لك انت النصر السعودي مستني كام مليون ملطوش بتوعك عشان يامن مستقبله، يعني انه يديك كريستيانو رونالدو. يا باشا ده جاي دعايه للسعوديه مش هيخرج بره السعوديه، فريح يا عبيط.
انا مش فاهم الناس دي بتشجع ايه وبتاكل ايه وفي الاخر معلش بقى قبل ما اقفل الفيديو، باتشوكا ده هيفشخكوا 2 مع الرأفة، 3 مع الرأفة. انتوا فريق خلاص معروف ان انتوا فريق عريان، انتوا فريق ما عندكوش سكواد، انتوا فريق ما عندكوش لعيبه. يا راجل تلاعب الزمالك الضايع ده 180 دقيقه ماتشين، ما تعرفش تكسبوا ماتش وجاي تقول لي هتلاعب باتشوكا؟ يا راجل ده انت كسبت العين ده كده عشان هو فعلا فريق ضعيف. ده الماتش اللي بعد منه لاعب النصر اترقع منه 5 مع الرأفة. النصر ده بكل نجومه كان متعادل مع الزمالك، والزمالك بيلعب بالسيسي ورؤى ومحمد عبد الغني. فريح والنبي، ريح والنبي يا اهلاوي عبيط. اشوف وشك بخير بعد الماتش وانت مفشوخ من باتشوكا اللي عمل منكم شكشوكه. فما تهيصش والنبي. وده فيديو للتاريخ، انا بقول لكم للتاريخ. مفيش باتشوكا، مفيش ريال مدريد هتلعبوه، مفيش كاس عالم للانديه انت رايح تبقى حصاله. والثلاث فرق اللي انت هتلاعبهم دول بتقول انا رايح العب كاس عالم واشرف، تشرف ايه؟ انت رايح تبقى حصاله. ومفيش كريستيانو رونالدو، وفوق من الوهم يا اهبل يا عبيط. اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، واللي جاي عليهم سواد. سلام عليكم.